البت حبيبه قلبي ماسه ربات التاسه دي انت متغاظه منها عشان هي كلها روبانزل. راه هما مش يعني. نعم يا فندم، انا سمعت صح؟ امال مين كبير البرنامج؟ قصدك مين كبير الشحاتين؟ برنامج انتوا خليتوا فيها برنامج؟ هو فين البرنامج ده؟ يا مساء الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. رجعنا تاني كالعادة بفيديو بعد حوالي 11 12 15 لا تقريبا النهارده اليوم ال 17 على ما اظن، يعني يا جماعه نقول في سكه 20 يوم يعني. لا مؤاخذه يا جدعان، والله مشغول مشاغل والله يا جدعان. هو انتوا فاكريني قاعد على التيك توك عمال اقول للناس كبسوا كبسوا؟ لا يا جدعان، انا طالع عيني يعني، شغل وبتاع يعني، احنا الناس شغاله مش قاعدين. خد نبذه خد نبذه. كيف كانت كيف صارت؟ إيه، شغلانتنا بقى نحول لجوهره. واخدين لي بالكم؟ نخش في الموضوع بس قبل ما نخش رايح فين؟ ما عملتش اللايك يا اسطى حلوف. يعني يا اسطى انا غايب عنك بقالي بتاع 20 يوم تمام، بتشوفني كده من غير ما اتكلم المفروض تقوم دايس لايك. خليك كده شخص محترم واعمل كومنت. نخش يلا. كبير، انت كبير على نفسك بس يا حبيبي. توجه الكلام دوت لخاله ابراهيم؟ ابسولوتلي نوت، ده كبير على الكل، قميصه كبير مثلا. نعم. كبير على نفسك. امال مين كبير البرنامج؟ قصدك مين كبير الشحاتين؟ برنامج انتوا خليتوا فيها برنامج؟ هو فين البرنامج ده؟ ما حد البرنامج مالك كبير. لا 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 لا. كده القعده صغرت قوي يا جدعان. يعني ايه مفيش حد كبير للبرنامج؟ يعني احنا عاملين نقابه للشحاتين اصلا، وابراهيم رئيسها، هو النقيب بتاع الشحاتين. كله يلزم حدوده. كله يلزم حدوده. هو انت رميتهم بالشبشب ولا ايه؟ وانت اقتبست شخصيه الام ليه كده يا ابراهيم؟ اسكت لا 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 اسكت لا يا لا بورس. لحد كده اسكت يا بورس. يا بورس شاكر هو كبير البرنامج. هو ما يحب شاكر، ما يحب شاكر. لحد كده وستوب. انت واقف في اشاره مرور ولا هو اللي ستوب فيها؟ هيم عادي يعني، بيقول لك مفيش حد كبير للبرنامج، بعد كده التاني بيقول له ايه؟ بيسخنه. هو بيحب شاكر شاكر هو كبير أكبر البرنامج منك وفوق راسك. كله كده وستوب. كله كده وستوب. كده عينه هتتعور. تقريبا ابراهيم عنده تقنيه ان هو لما يجي يحدف ازازه في وش الموبايل، الازازه هتخرج من الكاميرا وتخش وتيجي بقى للشخص اللي جنبه او اللي بيتكلم معاه في عينه. ذكاء ما شاء الله. لا اسمع. كله كده وستوب. هو في ايه يا ابراهيم؟ هو محدش شتمك بامك؟ هو ايه اللي كله كده وستوب؟ كل ده عشان بيقول لك مفيش حد كبير للبرنامج؟ خلاص يا جدعان خلوه كبير، معلش كبير في السن مثلا، مشوها تمشي. ويلكم فهد. طيب ما نوصل لمدة اليد. هو لما ضرب الموبايل جت في وشك؟ ما نوصل هي حصلت. تقول لي امال مين كبير البرنامج؟ تف في الشو، تف يا هيما، ولا يهمك يا حبيبي انت الكبير. شاكر معروف. نهار ازرق. طيب يا حبلكهم يلا، والله العظيم اترحموا. والله ده رحمه ليهم يا ابني. طيب أزرق مش اسود. شي شفتوا انها كذا. اتقمص. يا جماعه اللي زي ده سيسو يجي بالمسايسه كده، اقول له انت الكبير، ده انت الملك يا اخي، ملك التيك توك طبعا يعني. لا يفتكر نفسه رمسيس الثاني ولا حاجه لو قلت له يا ملك، ولا يرجع للهبل بتاع زمان. في واحدة هنا على التيك توك مخلفة بنتين، واحدة عايزة تاخد علقة محترمة، حصل ايوه، انا موجوده معانا في الفيديو هنا. والتانية عايزين نخطفها، نهربها، ننقذ حياتها. هي الكبير دايما مهدور حق، الصغير هو دايما المدلع. لكل واحده جبنا في سيره الايه؟ جه ايه؟ اديك انتوا اللي قلتوا. جبنا في سيره القط جه نوط. دي اللي عايزه تاخد 100 قلم على السداخ. بتيجي تقول لي اضربي ماسه ربات التاسه، احب اقول لك ضربه في قلبك يا حبيبتي، ضربه في مصارينك، ضربه في الشتك، مالكيش دعوه بالبت. البت حبيبه قلبي ماسه ربات التاسه دي انت متغاظه منها عشان هي كلها روبانزل. راه دي روبانزل التحديث المصري، اكل الكرنب وكده يعني ولا ايه؟ بس روبانزل كان شعرها طويل طويل يعني، نمشيها اكستنشن. بس هنعمل ايه في الباقي؟ لا انا احتاج انا ابعت شكوى حالا لديزني يشوف الموضوع ده. روبانزل ولا مش روبانزل؟ روبانزل القمر المقطقطه المشكلطه، انت بس اللي مهريه كده ومنكوته منها. وروبانزل كانت بتاكل الاندومي كده بالمنظر ده ناقص تمام كده، هو التشفط بتاع اللي جوه. حبيبه قلبي يا ولاد، كوتي المسكر المقطقط. استغفر الله العظيم. اطفال والاطفال احباب الله يعني. استغفر الله العظيم يا رب. نفسي جزعت والله. المشكله ان الولايه مصدقها،
ماشي عادي يعني. لازم الزوجة ما تندهش جوزها باسمه. تقول له يا سيدي الناس، يا سيدي المعلمين، يا بيه، يا باشا، يا تاج راسي، يا اللي مشرفني، كده يعني تحترمه. تقول له ده انت شقيت وتعبت وطلع تربتيت اهلك علشان خاطر تعرف تسترنا يا ساترنا كده يعني. الحاجات دي تفرق مع الراجل يعني شويه. ده من ايه اسمه حسن التباعل. يعني ايه تقول له يا سيدي، يا عزيزي، يا تاج راسي. دلوقتي هتطلع لك واحده من جمعيه المراه المتخلفه الصايعه تيجي تقول لك يا لهوي تاج ايه؟ ليه الست زي الراجل والراجل زي الست والاتنين في قالب واحد. طب جربي تعملي بيبي وانت واقفه كده، ما انت زي الراجل مش كده؟ ورينا تعمليها ازاي بقى. تمام، ما تندهوش باسمه كده وخلاص. وده بقى من ايه؟ من الشروط الاساسيه لجوازك، اللي هم ايه؟ الطاعه والاحترام. ايوه بس برضه معلش يعني الطاعه تقول له حاضر نعم، الكلام ده مش تقول له يا سي السيد يعني. عادي يعني يا صاحبي يعني، ما تدققهاش، احنا في 2025 يعني. والبنات دلوقتي اسمعوا حمو بيكا وينزلوا يعقبوا. انت متخيل الخربطه اللي احنا فيها؟ في كلمه كنت هقولها بس مش هتبقى لطيفه يعني. اللي بعده، في دراسة بتقول إن الست بتتكلم 20,000 كلمة في اليوم الواحد. بس لا، ممكن تتكلم اكتر من كده بكتير. والله راديو هي كفيله ان هي تصدع امك، والله عادي ما عندهاش مشكله. فاللي بتتكلم 20,000 كلمه في اليوم دي ده متوسط كويس. أما بالنسبة للراجل بيتكلم 7,000 كلمة بس، يعني إحنا 3 أضعاف حضرتك. عشان كده احنا بنصدع منكم بسرعه، مش عايزين رغي حتى في التليفونات والكلام ده. قول اختصر، شوفي عايز تقولي ايه، قول المختصر المفيد. هتصدقينا بكلام بقى ما ملوش لازمه؟ توكلي على الله، شوفي حد تاني ترغي معاه. فكده كده في كلام هيقع منه. يقع ايه؟ هو مفيش غير ربع كلامك اصلا اللي دخل في دماغه. وان كان دخل كمان والله العظيم ما بكدب عليك، ده ممكن نخليها تعيد المره واثنين وثلاثه واربعه وعشرة عشان يعني يفهم هي بتقول ايه. ممكن يكون ماشي معاه سرحان. اكيد وهو اقسم بالله العظيم في الترالي دماغه دي في حته تانية خالص. لو دخل في دماغه اساسا. عايزاكي تتعودي انك بتتكلمي ومحدش بيرد عليك. ده لا قله اهتمام منه ولا تقصير، ده علم. والله علم فعلا. احشي دماغك بالحاجه اللي تستاهلها، مش تقعد بقى تحشيها فمش عارف مين عمل ايه ومين اللي حصل له وضفري اتكسر وضفر رجلي مش عارف التانة وصباعي اتخبط في الكرسي. يلا عادي بقى. هنعمل ايه بقى؟ انا بعد ما قريت الدراسه دي حسبي الله ونعم الوكيل، قررت ان انا هعمل له ال 20,000 كلمه بتوعي على بريكات. كل 7,000 بينهم ساعتين راحه. تخليهم 5 ساعات راحه بالله. يعني تتكلمي 7,000 كلمه وهو نايم هيسمعهم برضه، بس ما تعليش صوتك، خليكي على الهادي. اعملي له واحده قبل الاكل وواحده بعد الاكل وواحده على الريق الصبح. شوفي انت هتقسمي ال 20 بتوعك ازاي عشان لو اتقالوا مره واحده احنا بنضيع. لا واحنا بنهنج، الشحن عندنا بيفصل والله. وبعدين شايفه انت بتتكلمي دلوقتي انا صدعت، والله مش قادر خلاص، فصلت. لكل عاشق وطن والكل طير مرساه. الله لا يا اخي ما تقولش كده. ايه الجمال ده؟ لا مركب ايه وبتاع ايه؟ لا ده صوت خطير، صوت تحفه يا اخي. انت غنيت احسن من الفنان نفسه. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ فين الفيديو اللي بعده؟ انا انكسرت ومش ببين. انت يا حبيبي انت مش راجل، انت وسخ سامحيني. العيال دي محتاجه تدخل الجيش يا جدعان والله العظيم. والله ولو ما نشفوش جوه الجيش يبقى العيال دي فيهم حاجه مش مظبوطه. العيال دي تروح تترمي على الحدود عشان يعرفوا ان الله حق. سايب علامه وسيره حلوه على اللسان. جرايد يا متني يا ايه. بس هو معترف ان هو عرض كبير، يعني عرضه ما شاء الله اكتر من 60 سنتي. عارفه انا لما حبيتك. هو انا مش فاهم يعني. هو واحد معترف ان هو كده، ده كل فيديوهاتك كده يا غالي ولا ايه؟ يعني انت كله كده، كله انت بتعترف ان انت. طب تخيل كده لو ده لو يعني مثلا اتجوز مثلا، مثال يعني هو يستبعد الحوار ده وفي فيديو من الفيديوهات دي مثلا لا قدر الله عياله شافوها. ايه يا بابا هو انت كنت عرض كبير كمان؟ انا ما اظنش ان في واحده ممكن تقبل ان هي ترتبط بواحد زي ده. يعني هو بيقول لك انا مش راجل اصلا، يعني انا واحد ما ينفعش ترتبطي بيه. ليه؟ ما هو زيه زيك، مش عارف. حد يخاف من الموت؟ ما خلاص يا ابن العرض بقى، ما خلاص بقى، خلاص خلصنا بقى. ده ايه القرف ده اللي احنا فيه ده انت صحيح معرض قوي كبير.
كلور يا غالي بتحطها على بشرة، حلو حلو جميل. وبالنسبه للفيري تقريبا ده بريل، انت قريت ان هو بقوه الليمون فافتكرته جليسرين ولا حاجه، شغال يلا. صحيح، وده ان دل فده يدل ان فعلا شركه بريل او شركه برسيل او شركه فيري ما كتبوش علينا لما قلت لك بياض ناصع، فعلا بياض ناصع يا جدعان، والتجربه خير دليل. دلوقتي يا جماعه معايا انا صاحبتي هتقول لنا ايه الحاجات اللي بتحبها في مصر وايه الحاجات اللي مش بتحبها. بالعربي ولا بالانجليزي؟ whatever you want. كلمينا انجليزي، احنا كده كده بقى ما يفرقش معانا اللغه، بنفهم، احنا اساسا ثقافتنا انجليزي اصلا يعني. والله ده احنا اللي علمنا الانجليزي ان هم يتكلموا عربي. والله سليم كده. اوكي بالعربي الجو، الناس، الاكل، القاهره والرجال. اوه مش قوي كده يعني ما وايه كمان ممكن تقولي لنا ايه في الرجال بتحبيه عشان احنا مش بنحبهم؟ يعني كل It's fine, you can talk in English by the way. اكيد كرش الراجل هو اللي شدها، قلنا زمان كرش عز. اسمعوا هم مش نعم يا فندم، انا سمعت صح. هو تقريبا من كتر ما هم عندهم هناك الناس بتلبس حلقان، فهي بالنسبه لها هنا الموضوع غريب يعني. الموضوع هنا ان كل راجل يعني، ما عدا حبه لا يتعدوا ربع في المية حتى علي السيس اللي زي الواد اللي ورا ده يعني. ماشي. سيدي الرئيس رمسيس الأول، إن الدنيا باظت خالص في مصر يا سيدي. سيدك رمسيس، بس حتى الأجانب ماشيين تغربين، أنت جاي من أنهي داهية؟ وأصبح المغنيين والمشاهير حمو بيكا وحسن شاكوش وكزبرة وحنجرة وأخيرا السيد مجاري. حتى الشعراء بيجوا واحد اسمه الشاعر الفاجر، واحد تاني اسمه فيجو الدخلاوي، والعملية باظت خالص. هو بعيد عن انه ممكن يكون يعني الفيديو لذيذ وكوميدي وكده، بس يعني انت مش شايف ان مش كويس يعني قدام الاجانب قدام، مش عارف والله، بس يعني بلاش تشويه والله عليك يعني كفايه اللي احنا فيه اصلا، احنا واخدين على قفانا لحد ما شبعنا. يا اخي ده انا مش ساعه ما شفتك وانا عمال اقول يخرب بيت جمال امك. والله يعني ده عمال اقول يا لهوي الواد ده اكيد نتاج يعني انثى الدجاجه مع كتكوت الذكر اللي موجود في قلب البيضه، خطير. وممكن اوصفك كمان شويه، هوصفك في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله، هقول لك ما شاء الله بدايه من شعرك لحد ودانك وقفاك، يا لهوي على الجمال. فعلا اعتراف رسمي مني، فلوس التيك توك نظفتني وغيرتني وبقيت انسانه بعد ما كنت منتنه، بقيت احلى واحده في الدنيا، اللي عنده حاجه يجي ياخدها مني. والاعتراف بالحق فضيله يا سوزي. ما شاء الله عليها يا جدعان، معترف. قالت لك اللي عنده حاجه تعالى خدها. اعمل ايه يعني؟ اللي عنده حرقان في المزلقان يشوف نفسه عند محل عدنان، انا اعمل ايه يعني؟ ندفت من فلوس التيك توك. ندفت من الشحاته يا جدعان، حد ليه عندها حاجه؟ كويس ان هي معترفه يعني، دي حاجه جميله. غيرها ويقول لك لا ده انا كنت شغال مش عارف ايه وبعمل ايه وهو تلاقيه اساسا قاعد عيل كحيان ما بيعملش حاجه في حياته. ولما نضيف بقى قال لك انا كان عندي افران وعندي اطيان وعندي بهلوان. في ناس كده، في ناس لما يبقى يكون معاها يجي يقول لك لا ده انا يا لهوي عملتهم من زمان، انا مش محتاج حاجه في فلوس تيك توك مثلا. هنضف من ايه؟ من برسيل جل مثلا، من اوكسي مثلا، من صابون الديتول. هنضف بالديتول، هنضف بالفلوس. هنضف من ايه يعني؟ الفلوس نضفتني، واللي معاه فلوس ومحوشه واحد معفن ومنتن، بفلوسي بجيب كل حاجه انا عايزه. اعمل ايه يعني؟ المفروض انت تكتب لي الكومنت ده اعمل كاتنج ناو. طب والله انا شايفها شجاعه، مش عارف انتوا شايفينها ايه، بس انا شايف ان هي عندها الجرأه ان هي تطلع تواجه وتقول لك لا يا عم انا عادي. هي معترفه ان هي جابت الفلوس من التيك توك ومن اللايفات بقى من الحاجات دي، عكس ناس كتير تطلع تقول لك لا انا عاملهم من زمان، وهو تلاقيه كان على الله حكايته اصلا، بس هو كبرياء على الفاضي يعني. يا ناس لاول مره في حياتي اجرب المربر. اسمه ايه يا غالي؟ مربار؟ ده لو هو عارف ان هو اسمه مربار والله بطل ينزل في مصر او شيء زي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما على طول اسمه مربار. بسم الله. مش مهم هتقولوا له هتصلحوا له معاه ده بياكل خالته وريحه عمامه ومش عارف شرباته وجوز اخته وحاجات كده يعني. حاول طعم تيك توك دقته فين؟ مسكت الايكون دقتها فين؟ وايه طعم تيك توك؟ يعني ما مش معاك انه طعمه رز. طعمه زي طعم التيك توك.
عشان جاي من الاحشاء بتاع، وريحه التيك توك ريحه مزنخه، فممكن في شبه. يا ريتك كنت غني بدل وسيم. لا لا لا، ده انت ناقص لك يا اخي حلقه هنا وحلقه هنا وتبقى شبه محمد سامي. يا لهوي على الوسام عايزه منك ايه يا اخي؟ لا تقول لي بقى ليوناردو دي كابري، ولا تقول لي كروز، ولا براد بيت، ولا الناس دي. وسيم رهيب. انا من جمالك عناية اتطرفت. هو تقريبا بعد الفيديو ده هم متأكدين يا باشا ان فعلا ما فيهاش ولاد حلوة خالص يعني نهائي. على العموم احنا ما نعرفش ده جاي منين ده. يلا بينا نغني 2 1. سبت كل الناس علشانه استحملت اللوم، وازاي بعد ده كله يسيبني؟ ما تصورتش غدر في يوم. بينا انا قلت مطربه. تقريبا الفلتر بيجاملك يا ام جاس. ال 3000 فوق. هي قالت ايه؟ ده مش بعيد تكون انت اللي عامله الفلتر يا ام جاس. ايه ده ايه الاصفر ده بول معيز ده ولا ايه ده؟ يا جدعان انتوا سامعين في اصوات غريبه، تحس ان في حد. طب يا اخي قرب يا اخي اصل بتحسسنا ليه ان انت انتوا فاهمين طبعا يعني، ولا عايزين توضيح؟ بلاش عشان نعرف نكمل الفيديو. نوع الازاز ايه ده يا غالي ده اللي انت بتستعمله، اللي عمال يدب وما بيحصلوش حاجه ده؟ وبعدين انت ما شاء الله جايب كل الحاجات دي وما عندكش خلاط كنت تخلص تختصر فيك كل الكلام ده. وده هيتشرب في الاخر ولا هيترمي؟ انت تعبنا وسحلنا معاك على الفاضي. جدعان اللي حاطط المؤثرات الصوتيه حسبي الله ونعم الوكيل. يا اخي الفيديو ليه ريحه. يا جماعه الصيف داخل يا جماعه، ولا هيطلع مصيف ولا يركب مكان ولا كريم جه بتاع ضد الميه، سشوار ضد الميه، لا يركب مكان ولا يطلع يصيف والكلام ده كله. طب واللي يحب يغير التصريح هيعمل ايه؟ يجيب نحات من النحاتين يجي يشوف له شعره ده؟ مش فاهم. هو ضد الميه يعني، انا مش عارف يعني مهما اسرحه او مهما اجيب عليه ميه مش هيتعمل. طب ده يتغسل بايه؟ ده بجاز، وبعدين انت ماسك له خرطوم ده بدل الدش، المفروض سماعه الدش اللي عندك تعتبر شعره نجيله. انا بنبهر والله انا كل مره اشوف المصريين رايحين في حته ثانيه خالص. الهند في حته وجزء بسيط جدا من الشعب المصري في حته برضه بينافسوا تقريبا الهند يعني، دول بينافسوا دول. احنا بننافس في الشعر والهند بتنافس في الاكل. لا اله الا الله. بس كده يا جدعان نرجع النهارده على مساء عليكم على خير. امتى الله اعلم مش عارف، بس ان شاء الله قريب. سلام.